بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنكمل باقي شرح جانجو. طبعا ما ينفعش نبتدي غير لما نصلي على سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة إن شاء الله بإذن الله عايزين نفهم يعني إيه جانجو بيعمل إيه. مثلا لما أنا بديله اليو ار ال بتاعي أو الدومين بتاعي بيعمل حاجتين، حاجة اسمها ريكوست وحاجة اسمها ريسبونس بيرد عليا بالإيه بقى، بالتمبلت بتاعي اللي بتظهر آخر حاجة. طيب تمام، إحنا عملنا إيه المرة اللي فاتت؟ اول حاجه احنا عملنا اليو ار ال اس بتاع البروجكت، تمام، وعملنا الاب وعملنا الفيوز وفهمنا كل الحاجات دي. طيب انا محتاج دلوقتي اشتغل على الفيوز عشان خاطر اعرض البيج بتاعتي. بس لازم قبل ما اشتغل على الفيوز، تمام، احنا ربطنا اليو ار ال ده بالبيجز بتاعي، تمام، بالاب بتاع البيجز. خلاص اتربط. انا موقفه دلوقتي، اعمل له كومنت عشان خاطر بس السيرفر ما يحصلش فيه مشاكل، او ممكن نرجعه تاني. ممكن نقفل السيرفر كده اهو ونرجعه تاني. تمام. طيب فده اليو ار ال الاساسي. طيب انا هنا في الفيوز محتاج مثلا اعمل صفحة معينة، يعني انا محتاج لكل صفحة بعمل لها فانكشن، يعني الفانكشن كأني بتساوي الصفحة. طب ازاي الكلام ده؟ اول حاجه انا محتاج عشان اعمل مثلا هنسمي مثلا صفحه باسمها فيرست، مثلا صفحه فيرست، تمام. مثلا في البيجز في فيرست سكند كذا، مش في الفيسبوك مثلا في البيجز في كذا نوع، تمام. مثلا لو احنا دخلنا على على اللي احنا كنا داخلينه على المره اللي فاتت، كان ثانيه واحده نجيبوها. موقع زي ده مش هنا دي. ده اب اسمه هنسميه ايه بقى، لو ركزتوا معايا هنسميه توتوريال، تمام. مش التوتوريال دي، الاب ده فيه كذا صفحة، تمام. فانا كأنها فيرست سكند ثيرد كده، فانا عايز اسمي كل في الاب ده، اعمل كل صفحة فيهم، فكل صفحة فيهم في الاب بنعملها بفانكشن في الفيو. يعني هنعمل فانكشن لده وفانكشن لده وفانكشن لده، تمام. فانا هنا هعمل فانكشن للفيرست، الصفحه اسمها فيرست، قلنا بتاخد مني الريكوست بتاعي وبتديني ريسبونس. طيب اول حاجه لازم اكون عاملها from django دوت شورت كات امبورت ريندر، تمام. دي بتبقى معموله. تاني حاجه هنديلها دلوقتي بس عشان نشوف الدنيا دي هتمشي ازاي. طيب يعني ايه بقى الكلام ده؟ فين العقل المدبر بتاعي؟ مش لازم ارجع له صفحة HTML، تمام، اللي هي الفرونت بتاعتي. فانا محتاج هنا في السيتنج، فين اهو السيتنج العقل بتاعي، في حاجة اسمها تمبلتس، تمام، اسمها دايرز. انا بكريت هنا فولدر اسمه تمبلتس ده كأني بقول له بص على حاجة اسمها تمبلتس وخش فيها، تمام، وجيب لي الملفات من جواها. طيب تمام. ندخل على الاب بتاعي. خلاص احنا مش عايزين الصفحة دي، نسيف، تمام. في الاب بتاعي اهو البيجز بكريت فولدر، الفولدر ده اسميه نفس الاسم اللي انا حطيته على طول في الداير بتاع السيتنج، ولازم يكون اسمها تمبلتس، تمام. جوه التمبلتس مثلا انا عايز اعمل فولدر تاني هسميه مثلا بيج وليكن، تمام. وجوه البيج احط بقى اعمل كده فايل، تمام، هسميه مثلا فيرست دوت اتش تي ام ال، تمام. اول ما ادوس انتر اهو طلعت لي، هكتب هنا كود بس اتش تي ام ال بسيط، تمام. هسمي هنا h1 وهنا h1، واكتب هنا كلمة بسيطة اسمها first،
تمام. طب يا باشمهندس أنا ما أعرفش أصلًا HTML، لأ احفظ الكود ده بس، ده بس عشان تفهم بيه Django، وبعد كده أصلًا الأكواد بتبقى جاية لي front أصلًا. تمام، أنا اللي باعدّل فيها في حاجات بسيطة، وهناخدوها إن شاء الله إيه في المشاريع. طيب دي بس عشان نفهم يعني إزاي نربط، تمام، وبعد كده الباقي سهل. طيب بعد كده هاجي بقى في الview اللي أنا مدّي لها بس، تمام، أعمل إيه؟ أنا بقى عندي قُلنا لكل function من هنا في الview لازم يكون ليها إيه، ندّي لها بس تاني كده معلش، في كل function في الview لازم يكون عندي ليها صفحة، دي حاجة. تاني حاجة كمان لازم يكون ليها URL عشان لمّا أنادي بيها، تمام، بس مش الURL بتاع الproject، الURL بتاع إيه، ال المشروع ذات نفسه، بتاع قصدي بتاع الapp ذات نفسه، تمام. ملف الapp فاضي، طب أنا عايز أعمل إيه، هاروح للملف الURL الأساسي أقول له import للpath، تمام، وبالمرّة ديّة، آه. هاخد الاتنين كده دول مع بعض، وأدخل في الURL بتاع الproject بتاعي اللي هو الapp، مش الproject مش الmain project لأ، الapp، تمام، وأحطهم هنا أهو، تمام، وديّة الURL patterns دي عبارة عن إيه، ليستة، تمام. وهنا بقى هابتدي أكوّد الأكواد بتاعتي، أكتبها. أول حاجة أنا هنا في الpath في الmain URL بتاع الproject، أنا هنا الpages دي لو أنا شِلتها، تمام، يبقى أول حاجة هيروح ليها المشروع بتاعي هو الpages، يعني أنا لو عملتها كده أهو، أول حاجة هيروح ليها هو إيه، يفتح صفحة الpages، لكن طول ما أنا حاططها له هنا كده، معناها اللي أنا إيه، لأ أنا لازم أكتبها في الURL بتاعي، تمام، مش عايزها دي تبقى الmain page بتاعتي، تمام، تمام. طيب في الفرعي بقى باكتب إيه أنا في الفرعي، أول حاجة هاكتب path، تمام، بادّي له اسم الpage بتاعتي، بادّي له اسم الpage بتاعتي، تمام، أنا عايز أسميها مثلًا first، ده اللي هيروح فيها، يعني هنعمل slash page اللي مكتوبة هنا بعد الdomain بتاعي، بعد الdomain بتاعي هاعمل slash pages عشان أدخل على صفحة الfirst، تمام، slash first، تمام. طب في حاجة ناقصة، إيه هو؟ لازم مش إحنا متكلمين الأول الجانجو ده عبارة عن framework كبير بيرث من مديول على مديول على مديول، عملوا لي framework، فأنا لازم أكتب كده from إيه بقى dot import view. إيه ده؟ يعني إيه السطر ده؟ أول حاجة dot دي يعني أنا واقف في الآب، يبقى هات لي من الآب الview ده، اربط لي الآب الviews اللي في الآب حطه لي في الURL، تمام. فكده لمّا آجي أعمل كوما هنا، لمّا آجي أعمل كوما هنا وأكتب بقى إيه، اسم الpage بتاعتي، اسمها إيه، هي اسم الfunction تبقى views dot اسم الfunction بتاعتي first، تمام، يبقى هي اسمها إيه، views dot first، تمام، وأدّي لها كمان إيه، name عادي، أنا ممكن أسميها أي اسم بس وليكن إحنا إيه first عشان لمّا نيجي نناديها، الname ده اللي باتعامل بيه في إيه، في الHTML. طيب لحد كده حلو جدًا، تمام، نسيّف ده، هنا بقى، إحنا هنا خلّصنا، هنا بقى أنا محتاج أعمل إيه، تمام، محتاج اللي أنا عايز أربط صفحة الHTML، تمام، بالapp بتاعها، بالviews، تمام. طيب أنا أعملها إزاي؟ أول حاجة باعمل return هنا على طول، ليه بقى؟ للrender اللي إحنا مستدعينه فوق، اللي هو أصلًا الdefault بتاع الDjango بيستدعيه، تمام، وجواه مش أنا باقول request وresponse الجواب بتاعي، طيب يبقى خُد يا request
الريندر دي بتاخد مني ريكويست اهو، تمام، اللي انت بتكتبه له بترجع لي ايه بقى؟ ريسبونس بتاعتي اللي هي ايه بقى؟ البيج بتاعي. تمام، طب البيج بتاعي فين؟ في فولدر تمبلتس، مش لازم اكتبه عشان انا كده معرفه في الاب داير بتاع السيتنج في اول الفيديو. اكتب ايه بقى؟ بيجز او بيج سلاش ايه بقى؟ فيرست. تمام، دوت اتش تي ام ال. تمام، بس كده لا، وبعدها بديله حاجه اسمها الكونتكست. الكونتكست دي عباره عن ديكشنري هنسيبوها فاضيه دلوقتي، بعد كده هنتعامل معاها كتير جدا. بس ايه، سيبوها دلوقتي ايه فاضيه. تمام، عايزين نجرب شغلنا ده صح ولا غلط. تعالوا نجربوه. نعمل سيف ونعمله هنا ران سيرفر بايثون مانجمنت يو اي ران سيرفر. قال لي في غلطه. ايه الغلطه اللي قالها لي؟ قال لي بص، قال لي ما فيش حاجة عندك اسمها اب نيم اصلا، انت لازم تسميها. طب يعني ايه الكلام ده؟ لو انا دخلت هنا في اليو ار ال الاساسي، تمام، هنا بستدعيه البيجز، تمام، بس انا لازم في الفرعي اعمل حاجة تانية. ايه الحاجة التانية اللي اعملها في الفرع اللي هو بتاع البيجز؟ اعمل هنا اب نيم، تمام، اخليه يساوي ايه؟ الاب نيم ده انا اخدته ايه من الخطأ، تمام، بيساوي ايه بقى؟ اسم الاب بتاعي بيجز، كأني بسميه للبيجز على طول. بس كده اعمل سيف اهو. حتى انا اول ما عملت سيف من غير ما ارن السيرفر تاني هو طلع لي على طول. طيب، كان فين بقى الصفحة؟ اهي دي الصفحة بتاعتنا. بص، اول ما رستر ايه اللي هيحصل؟ اوف، ما بقتش موجوده. قال لي بيج نوت فاوند. تمام، بس قال لي انت عندك 2 يو ار ال ديفايند في البروجكت بتاعك. ايه هما اليو ار ال الديفايند بتاعك؟ اول واحد اسمه ادمن، تاني واحد اسمه بيجز. تمام، اللي احنا اصلا معرفينهم فين؟ معرفينهم في اليو ار ال الاساسي اهو، ادمن وبيجز. عندك 2 يو ار ال بتاعك استخدمهم. طيب انا لو استخدمت دلوقتي البيجز، الادمن ده هو بيبقى جاي متعرف ديفولت يعني. لو انا دلوقتي جاي مستخدم البيجز بتاعتي، ان انا عملت كده سلاش بيجز، تمام. طبعا لو دوست انتر مفيش اي حاجه. ايه ده؟ بيقول لي باشا انت عندك بيجز، انت في الصفحه دي متكريته كل حاجه واتصالاتك ما فيهاش مشكله، بس انت عندك نيم اسمه فيرست بتاع صفحه اسمها اتش تي ام ال. يعني انت عندك اصلا يو ار ال تاني اسمه فيرست، اللي احنا عاملينه فين بقى؟ لو مصحصحين معايا في الاب، هو ده اليو ار ال الفرع اللي هو بتاع الاب اللي احنا عاملينه فيرست. تمام، فانا لو كنت سبتها فاضيه كان زمانه دخل عادي. طب انا ما سبتهاش فاضيه، فانا لازم اكتب هنا ايه؟ فيرست. تمام، اول ما ادوس انتر طلع لي كلمه فيرست اللي انا ايه عملتها في ال HTML بتاعتي فين اهو، هي دي. تمام، لو قررت السطر تاني اهو، تمام، وكتبت هنا هلو وسيفت وجيت راستر، طبعا لي ايه؟ فيرست وهلو. فقدرت ان انا اعمل اي حاجه بقى. فانا لو جبت اصلا الاكواد لوجن بيج بتاعت فيسبوك وقمت حاططها هنا، تمام، وعملت ريستارت، حاططها فين؟ في ال HTML بتاعتي. تمام، انا عمري ما اعرفش اكواد HTML، بس انا التصميم بتاع الفرونت اند بتاعي بعت لي الاكواد بتاعت الفرونت المفروض تتربط، فهي هتبقى الريسبونس بتاعتي. يبقى عشان نبقى فاهمين من الفيو بتعمل ايه؟ تاخد مني ريكويست وبتديني ايه؟ ريسبونس. تمام. بس كده النهارده. قبل بس ما ايه ما نقفل الفيديو، طب انا لو هنا دي لغيت الفيرست، مش عايز يبقى فيه فيرست وسيفت، عايزها تبقى اول ما اقول بيجز تروح على طول للفيرست. لو انا جيت عملت ريستارت هيقول لي ما فيش اصلا حاجه اسمها فيرست.
تمام، فلو أنا لغيت ده كده تمام، طبعًا وعملت الpages العادية طلع لي إيه first وhello ليه؟ عشان أنا ما اديتلهوش URL تاني، خليته له فاضي، فهو هياخد الpage الأساسي اللي هو في الURL الأساسي تمام، وأول ما أدوس عليه يقوم فاتح لي هو الfirst، بس أنا مش عايز كده ليه؟ عشان أنا وارد هاعمل function تانية view هاعملها second تمام، وتعرض لي نفس الموضوع ده. لو أنا جيت عملت هنا في الviews مثلًا second تمام، function تانية يعني أنا لو أخدت الfunction دي كده وكررتها تحت وعملت page تانية اسمها إيه second، وهنا خليتها بدل first.html خليتها second.html واخدت الأكواد دي وقمت حاططها إيه عملت هنا في الpages ده كل فيه إيه كل ملفات ال HTML بتاعتي حطيت واحدة تانية للسكند واخدت الأكواد بتاعت دي هنا وسميتها هنا إيه سكند تمام. فأنا محتاج أعمل بقى إيه في الفيوز عملت ريتيرن للسكند وكل حاجة بس ما عرفتهاش في اليو ار ال لازم أروح أعرفها في اليو ار ال تمام. حتى هو لا ما طلعليش مشكلة بس لما يجي يفتحها يطلع لي مشكلة. فانا كده كده الاساسي بتاع البروجكت لا انا بعرف الاب مره واحده بس يبقى اروح لمين اللي كل ما انشئ فيو اعمل لها يو ار ال اللي هي البيجز بتاعت الاب البيجز يبقى انا هاجي هنا اهو اعمل كوما تمام عشان دي ليست واعمل ايه انا ممكن كمان اكرر السطر ده عادي ولا خلينا نكتبه بس اهو وافتح القوس واديله هنا بقى لازم اديله بقى ايه فيرست عشان الثانيه اديها سكند والتانية اديله ايه مثلا سكند تمام واقوم مديله كوما فيوز نفس الفكره بالظبط دوت ايه بقى دوت سكند اهي ظهرت لي تمام وادي لها النيم بايه اي حاجه انا هسميها سكند تمام وما انساش الكوما تمام. مجرد ما سيفت كده اجي اعمل ريفريش هنا طبعا هيحصل لي ايرور هيقول لي انت عندك في البيجز حاجه عندك بيج فيرست اهي ظهرت والنيم بتاعها بفيرست وحاجه تانية اسمها سكند والنيم بتاعها بسكند يبقى هنا انا لو كتبت سكند اهو فتح لي سكند لغيت هنا السكند وكتبت فيرست يبقى فتح لي الفيرست. كده الربط ما بين اليو ار ال والفيوز اظن كده بقت سهله جدا. ان شاء الله بعد الفيديو ده هتكون عارف ازاي تربط عارف ازاي تجنريت ما هي التوتوريال ده كل حاجه من دول محطوطه في حاجه واحده تمام. فانا لو دوست على توتوريال ودوست مثلا على كويك ستارت طلع لي ايه بص توتوريال كويك ستارت تمام زي ما احنا عملنا بيجز بعد البيجز ايه فيرست نفسها بالظبط هنا اهي تمام بيجز بعدها فيرست. فالموضوع ايه سهل جدا وان شاء الله اشوفكم على خير في باقي الدروس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.